حاجات عجبتني في 2023 وهجربها تاني وهشتريها تاني، وحاجات ما عجبتنيش جدا ومش هجربها تاني. تابعوا معايا بقى الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا ايه الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني وكويسه قوي وانصحكم انكم تجيبوها، وحاجات ما عجبتنيش وما انصحكوش ان انتوا تشتروها. بنات عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا قد الدنيا دي كلها. النهارده بقى جايه لكم بفيديو حلو قوي، فيديو المنتجات اللي انا جربتها في 2023 وعجبتني وهجربها تاني، والحاجات اللي انا جربتها ومش هجربها تاني ما عجبتنيش. متنسوش تشتركوا في القناه قبل ما نبدا وتحطوا لي لايك حلو وتكتبوا لي كلمه حلوه. حاجات انا مش عارفه ابص فين لان انا ما بصورش بالعرض كتير، فانا مش عارفه بصراحه انا باصه فين. فخلونا نبدا الاول بالحاجات اللي عجبتني وهشتريها تاني بصراحه، والحاجات اللي ما عجبتنيش خليها بعدين. خلينا نبدا اول حاجه بالمرطبات. المرطب اللي انصحكم بيه هو بصراحه مرطب سيرافي. المرطب ده حلو جدا جدا للبشره الجافه. هو بيبقى فيه منه اشكال كتير، يعني بيبقى فيه منه الشكل اللي هو البرطمان، هسيبه لكم تحت هنا دلوقتي تشوفوه. البرطمان ده بيبقى تقيل، هو نفس التركيبه، السيراميد والهيرونيك اسيد وكل حاجه نفس التركيبات اللي في بس لوشن خفيف. لكن التاني اللي هو في البرطمان ده تقيل، بيبقى فيه نسبه عاليه من نسبه الفازلين، فبيديكي ملمس دهني، او بيديكي ملمس. الناس اللي هي ما بتحبش الكريمات اللي هي التقيله قوي اللي بتدي ملمس دهني كده على البشره مش هتحبه، لكن هتحب لان هو لوشن حلو جدا جدا، انصحك بيه. هي تقريبا 236 ملي، حلوه جدا. انا كنت جايباها كانوا عاملين اوفر عليها، كانت عامله 330، بس هي دلوقتي ممكن تعمل 400. هي سعرها غالي، بس الكميه كبيره، ممكن تقعد معاكي فتره كبيره. هي تستخدميها للجسم وللبشره، حلوه قوي قوي. كمان اصحاب البشره الدهنيه هيحبوه جدا اللوشن، لان هو مش بيدي زي ما قلت لكم ملمس دهني، فاصحاب البشره الدهنيه هيحبوه جدا. عايزه اقول لكم انا حرفيا كانت بشرتي في الشتاء في الفتره الاخيره دي بالذات قبل ما استخدمه كانت بشرتي بايظه. هنا كان في قشره، وكانت قشره سميكه كمان، وكان الجفاف هنا كان صعب قوي. بصراحه ده انقذني، حلوه جدا جدا. اللوشن للبشره الجافه واصحاب البشره الدهنيه هيتبسطوا منه، لانه زي ما قلت لكم مش بيدي افكت دهني. لكن التاني اللي هو البرطمان ده للجافه شديده الجفاف، مش هيحبوه ابدا اصحاب البشره الدهنيه. فحلو جدا. مقارنه عن سعره، انت ممكن تشتركي مثلا مع اختك او مع صاحبتك وتجيبوه وتحطوه في علب صغيره تقسيم، وتقسموه مع بعض، علب تكون معقمه ونظيفه، وتقسموه مع بعض مقارنه بسعره لانه سعره غالي. تعرفي منين الاصلي من التقليد؟ الاصلي بيكون مكتوب هنا عليه، بصوا كلمه سيرافي محفوره هنا في العلبه. التقليد مش هتلاقي فيه الكلمه دي، لان في محلات مستحضرات تجميل بتبيعه هتلاقي التقليد منه مش محفور فيه كلمه سيرافي من هنا. لكن ده طبعا الاوريجينال. هاتي دايما حاجتك، المرطبات بتاعتك ما تجيبهاش، ما تعتمديش قوي على محلات المستحضرات التجميل اللي بتبيع اكسسوار وبتبيع حاجات للشعر والكلام دون. دايما خلي حاجتك اللي البشره اللي بتستخدميها لبشرتك بالذات، سواء سكين كير او مرطبات، خليكي احسن في الصيدليات. اشتري من الصيدليات افضل، لان في ناس بتغش في العبوات وبتعمل لها اعاده تدوير وبتحط منتج ملوش علاقه بالمنتج اللي جوه. دي حاجه. تاني حاجه، احلى حاجه بقى فيه اللي هو مش عطري، يعني مش تحسي انت بتحطي حاجه متعطره على وشك، هو خالي من العطور تماما. هو ريحته هاديه جدا، تحسيها ريحه الدواء او ريحه الكريمات اللي هي العلاجيه، لكن مش عطري خالص. فده حلو جدا جدا وانصحك بيه قوي قوي. المرطب دون هينفعك قوي. تمام. خلونا برضو من الحاجات اللي عجبتني في 2023 برضو استخدمتها، صابونة الحواجب دي. مش عارفه هي باينه لكم ولا لا، ده شكلها من جوه. صابونه الحواجب دي انا كنت جايباها من على بيج من على الفيسبوك، لو عايزين اللينك بتاعها اكتبوا لي هحط لكم اللينك. حلوه جدا، بنوته محترمه جدا، بتعمل ليب جلاس وبتعمل ليب بالم وبتعمل الصابونه بتاعت الحواجب وبتعمل جليتر وبتعمل حاجات حلوه جدا، حلوه قوي قوي، وبتثبت الحواجب فتره طويله، والحواجب بتقعد فتره طويله متثبته، جميله جدا. كان سعرها تقريبا بالشحن 70 جنيه، يعني بالشحن 70 جنيه، حلوه قوي قوي قوي. المرطب بتاع العين بتاع لوريال، مش عارفه هو باين ولا ايش، انا الفلاش ضارب في الحاجه، حلو قوي. ريحته كمان مش زي مرطب لوريال او الغسول بتاع لوريال، هكلمكم عليه في الحاجات اللي ما عجبتنيش.
حلو ده قوي، عجبني، خفيف، ملمسه خفيف، مش تقيل تحت العين ومش عطري برده، مش ريحته متعطره، فحلو جدا وبيرطب تحت العين حلو قوي. وسعره تقريبا كان 200 وحاجه او 195 حاجه زي كده. خلوني برضو في الحاجات اللي عجبتني ماسكارة ايسنز اللي هي البرنسس اللي هي الزرقاء دي، لو خدت شاور مش هتسيح، لو عيطتي مش هتسيح، لو عملتي كده في عينك مش هتهبب. حلوه ووتر بروف قمر، وبتعمل الرموش حلوه قوي قوي قوي، عجبتني جدا برضو. نيجي برضو في البلاش بتاع شي جلام، دي تقريبا دي لاف كيك، حلوه قوي، جميله للاستخدام اليومي برضو، جميله قوي، خفيف، مش تقيل خالص على البشره، يعني خفيف، الملمس بتاعه خفيف، مش اللي هو الكريمي التقيل، حلو قوي. بس مش ثابته احسن حاجه، يعني مش بحس ان هو ثابت احسن حاجه، بس حلو وخفيف كمان للاستخدام اليومي، قمر قوي وحلو قوي. تعالوا بقى اقول لكم، انا ما بستخدمش غسول على وشي، يعني لان معظم الغسولات كان في اللي بيطلع لي حبوب، في اللي سعره ارتفع قوي، كنت بستخدمه في الاول وسعره بقى اوفر قوي، وفي اللي ما عجبنيش اللي هكلمكم فيه في الحاجات اللي ما عجبتنيش، فبقيت استخدم صابونه الجريسلين. صابونه الجريسلين دي انت تقدري تجيبيها من اي صيدليه، اسمها صابونه جريسلين، دي تقريبا بتاعت لونا، حلوه قوي قوي، وبتدي ملمس ناعم وبتنضف البشره قمر، جميله قوي صابونه الجريسلين للبشره وللجسم، حلوه جدا، انا بستخدمها بصراحه للبشره، بغسل بيها وشي على طول. خلونا برضو من الحاجات اللي هي عجبني كمان الباليت بتاع التكنيك اللي هي البينكات دي، بستخدمها معاكم تقريبا في الفيديوهات، بس عيبها حاجه واحده بس، ان هي الفورميلا بتاعتها لما بتيجي تاخدي من الفرشه، يعني مثلا لما بتيجي تاخدي من الفرشه كده بتعمل فروله، فاتاكدي ان انت نفضتي الفرشه كويس علشان ما توقعيش على الفاونديشن او على البشره، بس كدمج وكلون بصراحه حلوه جدا جدا. هي سعرها تقريبا يعمل 400 دلوقتي، بس حلوه جدا لو انت مبتدئه او لو انت عايزه يكون عندك باليت ميك اب حلوه عندك، فانصحك بيها، جميله جدا. تعالوا برضو اقول لكم برضو على الحاجات اللي جربتها مؤخرا وعجبتني، اللوز باودر بتاعه دارس، دي شكلها اللوز باودر بتاعه دارس، دي درجه 2، هي شفافه، هي بصوا لونها ابيض من جوه، بصوا لونها ابيض من جوه، بس هي شفافه، يعني ما بتديش لون، هي شفافه، حلوه جدا، ناعمه قوي، تقريبا ب 250 او ب 270، حلوه جدا جدا، ما بتقعدش في الخطوط، وناعمه وبتثبت حلو جدا، هي بس كميتها اللي مش كتير مقارنه بالكيلولان. بصوا كيلولان برضو حلوه جدا، من اللوز باودر اللي انا بحبها جدا وكنت دايما بستخدمها معاكم في الفيديوهات، كميتها كبيره قوي وبتقعد، دي درجه تي ال 11، بتقعد كتير بصراحه مقارنه دي اصغر في الكميه ودي كبيره، بس دي دلوقتي سعرها غالي جدا، ما انصحكيش بيها لو انت لسه مبتدئه، او ما انصحكيش بيها اللي انت عايزه ميك اب يكون عندك في البيت مثلا، لانها بقت ب 1250 جنيه، انا كنت جايباها ب 600 جنيه، انتوا متخيلين الفرق؟ متخيلين؟ دلوقتي بقت ب 1250، فبصراحه غليت جدا جدا، لكن هي كلوز باودر هي تحفه، انا بحبها جدا، انا عندي حتى منها الدرجه دي والدرجه دي على اصفر، دي درجه تي ال 11، حلوين جدا، بس الباكج بتاعتها عاليه قوي، بقت ب 1250، لكن مقارنه دي حلوه جدا وجميله، وبصراحه انا استخدمتها في كذا فيديو معاكم، حلوه قوي. نيجي بقى للقمر دي، انتوا عارفين دي بكام؟ دي تقريبا انا جايباها ب 5 جنيه او بحاجه زي كده، قمر قمر، لما بتتبل وبتتعسل بتبقى عامله زي المارشميلو، حلو قوي البيوتي بلندر دي يا بنات، جميله جدا، هي اسمها هدى لاف، بص دي العلبه بتاعتها، اسمها هدى لاف، حلو قوي، مش على فكره مش شرط الحاجه ان هي تكون غاليه اوفر، انا هوريكم الغاليه دلوقتي عملت ايه، بس انا حطاها في الحاجات اللي ما عجبتنيش، حلوه جدا جدا، وبتدمج الفاونديشن قمر، ومش بتلطش ولا بتخلي الفاونديشن يلطش كده في البشره، حلوه جدا، ولما بتتبل وبتتعسل كويس بتبقى عامله زي المارشميلو، هي اصلا بصوا قبل ما تتبل عامله ازاي. عشان تختاري البيوتي بلندر الصح، اختاري دايما البيوتي بلندر اللي ما تبقاش ناشفه محجره، او البيوتي بلندر اللي بتبقى
طريه قوي بقى وهتتقطع معاكي او كده. خليها ماسكه نفسها شويه وفي نفس الوقت تكون طريه، عشان لما تتبل وتتنفش تديكي شكل، يعني تديكي دمج حلو وتبقى كويسه معاكي، ما تبقاش اللي هي ملزلزه قوي بقى تقعد تروح وتيجي تروح وتيجي معاكي، تلاقي بقى الفاونديشن معاكي لطش في البشره كلها. فحلوه جدا دي. برضو الحاجات اللي استخدمتها وعجبتني البلاشر بتاع لوريال اللي هو بالخوخ، حلو جدا وريحته كمان جميله جدا. انا مش عارفه انا باصه صح ولا باصه غلط، يعني انا مش بصور كتير بالعرض، بس قلت اصور لكم بالعرض عشان الترابيزه تبقى باينه معاكم. برضو اللي استخدمته وعجبني قوي البلاش بتاع لوريال اللي هو البيتش، حلو قوي 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 وريحته كمان جميله جدا. انا حاطه منه على فكره، جميل برضو ليكي وصغير وتحطيه في شنطتك او حاجه، حلو برضو من الحاجات اللي عجبتني. طبعا الحاجات برضو اللي عجبتني ومفيش اتنين بيختلفوا عليها، الرموش بتاعت براشيا، الرموش بتاعت سوما، هتلاقوها على الانستجرام، اكتبوا لاشز باي سوما هيطلع لكم. بس هي دلوقتي اسعارها بقت غاليه، بس حلوه جدا بصراحه وتحسوها طبيعيه وعندها اشكال جميله جدا. فانصحك لو انت ميك اب ارتست بتشتغلي مثلا او حاجه، خلي باكج الرموش من دي للعرايس مثلا او حاجه، او لو انت بنوته وعايزه يكون عندك ست واحده كده من الرموش المحترمه شكلها حلو تديكي شكل حلو في العين، فخليكي في الرموش بتاعه سوما، حلوه جدا جدا. انا الفيديو ده مش بتكلم فيه عن الحاجات اللي المبتدئات او الحاجات اللي مش مبتدئات، لا انا الفيديو ده بتكلم فيه عن الحاجات اللي انا جربتها من وجهة نظري وعجبتني. ممكن من وجهة نظرك انت تكون الحاجات اللي عجباني مش عجباكي، والحاجات اللي مش عجباني عجباكي، فهي وجهات نظر. انا بتكلم بالنيابة عن وجهة نظري وتجربتي انا شخصيا. نيجي بقى بالهايلايتر، الهايلايتر بتاع اوفرا طبعا كلكم عارفينه اهو، اللي هو الشكل ده. هو مش رخيص بصراحة، هو غالي برضو، مش عارفه دلوقتي بصراحه بقى بكام، بس انا كنت جايباه تقريبا ب 600، دلوقتي اكيد عالي خالص، بس حلو جدا حلو. بس في هايلايتر دلوقتي بقى طالع اللي البيدجات بتعمله الهاند ميد بقى تحفه يعني. وفي برضو الهايلايتر بتاع البيدجات زي البيدج اللي انا البنت اللي جايبه من عندها الصابونه، في بيدجات طالعه على الانستجرام الهايلايتر بتاعهم حلو قوي مقارنه بالسعر بتاع اوفرا. وعلى فكره اوفرا لو انت بتشتغلي، لو انت ميك اب ارتست، اوفرا مش احسن الهايلايتر، في هايلايتر كمان ديور لو انت ميك اب ارتست شغاله والباكج بتاعتك تسمح لك ان انت ممكن تعلي من جوده الهايلايتر بتاعتك، فيجيبي هايلايتر ديور تحفه تحفه تحفه. فهو حلو جدا وفي كذا لون اهو. استنوا بس عشان المرايه ما تعملش ما تعكسش على عشان المرايه بس ما تعكسش على الاضاءه. بصوا اهو، هو في كذا الدوريه الكبيره دي فيها كذا لون، وده لون وده لون، حلو وبيقعد فتره برضو كبيره يعني، حلو بصراحه. والهايلايتر بتاعه جميل وفي كذا لون، فهو حلو بصراحه. نيجي بقى للبرايمر بتاع لوريال ستيب 1. البرايمر ده مكتوب عليه اللي هو بيز برايمر، تمام، مات، بيديكي فينش مات. بصوا حلو جدا، بس هو غالي، هو معدي 700. حلو جدا جدا للناس، حلو جدا جدا في الصيف اولا، ثانيا للناس اللي البشره بتاعتها من هنا بتطلع دهون وبتطلع لمعه، فهو بيديكي فينش مط للمناطق اللي هي زي كده وزي كده، اللي بتطلع دهون او بتطلع زيت او الكلام دون. فهو حلو جدا، ما انصحكيش طبعا بيه للبشره الجافه لان هو يجفلك الدنيا على الاخر، فده للبشره الدهنيه اللي بتطلع زيوت، بيديكي فينش مط للمعان، فهو حلو جدا جدا. نيجي بقى برضو للحاجات اللي عجبتني واستخدمتها وبستخدمها معاكم دايما، هي موفره بس هي دلوقتي سعرها معدي، ممكن تلاقوه سعرها معدي برضو 600 جنيه للاسف، هي الحاجات غليت. البالت بتاعت الكاموفلاج والكونتور بتاعت فوريفر 52 او فوريفر 52، الاذان بيأذن، الاذان بيأذن. بصوا شكلها، هي فيها درجات المصحح اللي ممكن نستخدمها اللي هو زي الاخضر والبنفسجي والاورنج، في درجتين من الاورنج، في الاورنج الفاتحه دي وفي الاورنج الغامقه، وفي كونسيلر ابيض، وفي درجات الكونتور بتاعتي، فانصحك بيها، حلوه جدا جدا، بستخدمها معاكم كل مره، جميله وموفره لانها كل حاجه. كمان ممكن تمكسي، على فكره ممكن تاخدي منها نقطه
تمكسيها مع الفاونديشن. يعني ممكن الحاجات دي الغامق والفاتح، لو انت عايزه تغمقي شويه الفاونديشن او تفتحيه ممكن تاخدي نقطه منها وتخلطيهم مع الفاونديشن لو عايزه تغمقي او تفتحي. فحلو جدا برضو الباليت دي، من الحاجات برضو اللي عجبتني. طبعا ده مفيش حد بيتكلم عنه خالص، جل انجلوت بتاع الحواجب اهو، انجلوت بتاع الحواجب بتاع قصدي اللاينر، ايلاينر كحل انجلوت، حلو جدا جدا. طبعا ده ما يختلفش عليه اتنين، حلو ووتر بروف جدا، بس خدي بالك ان تغطيه كويس لان هو بينشف من جوه، فخدي بالك ان انت تبقي مغطياه كويس. كمان القطره بتاعته حلوه، اللي هي الدروب بتاعته اهو، بصوا حلوه جدا جدا، قمر، حلوه لاي حاجه عندك نشفت. لو مثلا عايزه تعملي ايلاينر ملون، ممكن تحطي نقطه عليه على الاي شادو وتعملي بيه ايلاينر ملون. نبقى نعمل الخطوه دي بعد كده يعني في فيديو واوريكم بتتعمل ازاي. لو جل مثلا زي جل الحواجب حسيتيه ان هو ناشف، هتحطي نقطه منها وتعمليها هيعمل معاكي. لو جل الايلاينر فحلوه جدا ولازم تبقى معاكي، حلوه قوي. كمان انا بحب الحواجب طبعا لاجيرل، انا عندي منه درجتين، درجه سوفت براون ودرجه بلوند، حلو جدا جدا وانصحك بيه، حلو مش بيسيح، جميل قوي، انا بحبه جدا. برضو الحاجات دي اللي هم الايلاينر الملون ده اللي هو الجليتر، الجليتر اللي هو الايلاينر ده، اللي هم دول الملونين دول، بحبهم قوي، بحبهم جدا تحت العين، وبحب برضو احط منهم في المدمع هنا، حلوين قوي وموفرين كمان مقارنة بحاجات اغلى منهم. هو تقريبا هو في 6، في اللي فيها 12، انا جبت اللي فيها 6، حلوة جدا جدا. برضو الباف سبونج اللي بنمسكها طبعا انا بستخدم معاكم دي برضو من عند سوما اللي انا جايبه من عندها الرموش، حلوه. وبرضو معاها دي، بحب برضو بتاع الكيرولين، بس دي انا كنت جايباها اكسترا، يعني هي انا مش جايباها، انا اللي كنت طالباها لما كنت طالبه حاجات من السيلر اللي انا بتعامل معاها. لو عايزين اللينك بتاعها هحطه لكم تحت في صندوق الوصف، بتعامل معاها دايما، فكنت طالبه من عندها الباف بتاع الكيرولين. لكن من عند سوما كانت دي، وكانت جايبالي معاها اللي هي القلب الصغيره دي، بصوا دي حلوه قوي برضو في الاي كورنر من هنا، لانها بتخش في الاماكن الضيقه، حلوه جدا. وفي برضو بقى الكبيره اللي هي لونها رصاصي، بس دي انا ما استخدمتهاش لسه، بس حلوه طبعا، ممكن تعملي بيها الفاونديشن، ممكن تعملي بيها الكونسيلر، ممكن تثبتي بيها، حلوه جدا. وفي بقى الصغننين دول للعين، بصوا حلوين جدا برضو. لو انتي الباكج بتاعك يسمح ان انتي تجيبي من عندها هاتي، انصحك بشده انك تشتري من عندها، لان حاجاتها فعلا حلوه جدا وحاجاتها محترمه قوي. قلنا ايه تاني هنستخدم؟ تعالوا بقى نشوف الكومباكت باودر بتاعت نوت، كومباكت باودر بتاعت نوت، دي شكلها عشان عايزين تاخدوا سكرين. دي درجة 4، حلوة جدا الكومباكت باودر دي، التغطية بتاعها حلوة، فيها زيت الأرجان، حلوة جدا كمان البشرة الجافة لأنها فيها زيت الأرجان، فمش شديدة قوي على البشرة، حلوة جدا. وبحب أنضف بيها كمان الحروف بتاعة الشادو، جميلة جدا جدا، أنصحك بيها. دي درجة 4، وهجيب إن شاء الله درجة 3، ناس كتير قوي شكرت لي فيها، فحلوة جدا. هي مش غامقة ومش فاتحة، هي متوسطة، هي بس عشان الإضاءة باينه لكم اللي هي فاتحه قوي، بس هي مش فاتحه خالص، هي على بيج. وبرده من الحاجات اللي انا حبيتها قوي البرونزر بتاع اللي هو بتاع فورميلا اهو، الباتر برونزر بتاع فورميلا، حلو قوي قوي، جايبه منه درجتين، حلو جدا البرونزر ده. انت ممكن تستخدميه، انا ساعات بستخدمه في عيني، ساعات بعمله برونزر، ساعات بكتفي ان انا ما اعملش كونتور كريمي واحطه هو ككونتور، حلو جدا، جايبه منه درجتين. من الحاجات برضو بقى اللي حلوه بطريقه قمر، الجليترات بتاعت كاركتر، بصوا دون درجه SBK 006 ده على سيلفر،
والدرجة دي تحسوها بقى سيلفر على شامبين على الوان كده. بصوا مش عارفه هيبقى هبين لكم ولا لا، استنى اعمل لكم سواتش على ايدي. عايزه ابين لكم الدرجه دي انها حلوه قوي. بصوا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. هي بصوا هي شامبين على جولد على سيلفر على الوان كده في بعض، جميله جدا. دي درجتها، استنى هقول لكم عليها بس نقفله. SBK 014. حلوه قوي. الهايلايتر بتاع الجليترات بتاعه كاركتر جميله جدا جدا وثابته وتحفه. ممكن تستخدميها من غير كونسيلر. بصوا انا حطيتها على ايدي من غير كونسيلر، وممكن تستخدميها فوق الكونسيلر، وممكن تستخدميها لو هتحطي برايمر للجليتر، فحلوه جدا. اللي جربتها وعجبتني القلم بتاع الحواجب اللي هو من شي جلام دي اسبريسو. حلوه جدا، بيبقى من الجنب دون قلم، ومن الجنب التاني بيبقى ايه ده مش عارفه ليه دايما بيعمل معايا كده. استنوا نعمل بس الغطا اهو. وبيبقى من الجنب التاني بيبقى فلوماستر. حلو جدا ووتر بروف. جربت منه درجة اسبريسو، حلوة جدا جدا، انصحك انك تجربيه. وقلم الكحل الاسود برضو من ريمير لندن، حلو قوي جميل برضو، جربيه هيعجبك جدا. والبرايمر بقى لو انتي عايزة برايمر عندك يكون، لو انتي عايزه برايمر تجيبيه يكون في شنطه الميك اب بتاعتك، او لو انت مثلا ميك اب ارتست وعايزه برايمر للسواريهات، فانصحك ببرايمر لوريال الفيلابل اللي هو الشكل ده. في شكل تاني منه في هنا زي مربعات كده، لا ما انصحكيش بيه، مش حلو. الشكل ده قمر وجميل جدا، يا رب تلاقيه. بس حلو جدا جدا وبيعمل يعني بيغطي المسامات حلو وجميل جدا، وبيدي ملمس ناعم كمان، فحلو قوي. القمر بقى بتاعي اللي هو لزق الرموش بتاع دويو. هو اسمه دويو ولا ديو؟ ديو ديو الاخضر. بصوا هو ليه ريشه كده زي الايلاينر، بصوا، وشفاف كمان عشان انت لو اتلخبطتي او الرموش اتهزت منك او حاجه ما تخافيش، مش هيبقع ولا هيعمل بهدله فوق عينيكي، لان هو اصلا كده كده شفاف وبينشف وما بيبقاش ليه اي لون. حلو جدا وبيثبت الرموش تحفه. سعره تقريبا 200 او 200 وحاجه. برضو اللي هو دون الليب بالم. الليب بالم اسمه هسايا جيرل، ده بالافوكادو. حلو جدا، حاطه منه حلو جدا وبيدي لون للشفايف حلو قوي للاستخدام اليومي. لو انت مثلا مش عايزه تحطي روج او مش عايزه تحطي اي حاجه، حتى لو انت قاعده في البيت او حاجه وعايزه حاجه تديكي لون للشفايف، حلو جدا وبيرطب وبيدي لون حلو وبيقعد. اللون بتاعه بيقعد حتى لو كلتي او شربتي، اللون بتاعه بيفضل برضه ثابت في شفايفك. فاونديشن نارس، طبعا ده مش شكله، انا هحط لكم شكل العلبه هنا بتاعته، لكن انا جايباه تقسيم لان هو سعره برضو عالي قوي. الحاجات اللي بتبقى سعرها عاليه قوي بجيبها كده، يا ربع وفي نص. دي ربع، دي درجه برشلونه، قمر قمر. كمان لو انتي البشره بتاعتك صافيه ومش محتاجه انك تحطي لها فاونديشن فول كفرج، فده حلو جدا. نارس وبيمشي مع كل انواع البشره، حلو جدا جدا وناعم وجميل. ويا سلام بقى لو تمكسيه مع شارلوت تيربلي، لو انت عندك شارلوت تيربلي، لو عندك فاونديشن هدى بيوتي برضو تمكسيه معاه، هيبقى قمر قوي. تحطيه لوحده هيبقى قمر قوي، حلو جدا. ودرجه برشلونه من احلى الدرجات. حلو برضو دون كونسيلر تو فيست. هحط لكم برضو الشكل بتاعه هنا، جميل جدا، قمر جدا، ناعم. التغطيه بتاعته فول كفرج. لو انت بقى عايزه كونسيلر التغطيه بتاعته عاليه وكونسيلر حلو وفي نفس الوقت ما بيقعدش في الخطوط ولا بيتراكم ولا بينشف، فانصحك بتو فيست. ممكن تجيبيه تقسيم، انا برضو دي تقسيم، في الربع وفي النص وفي بقى العبوه، بس هو عالي جدا فممكن تجيبيه كده تقسيمات.
حلو جدا وناعم وجميل وجميل جدا وما بيقعدش في الخطوط، وفول فول فول كفرج. برضو البرو كونسيلر بتاع لاجير اللي هو الاورنج ده لا غنى عنه، حلو جدا بس مش فول، يعني مش فول كفرج، يعني مش بيغطي قوي، يعني دول احلى. استنوا اوريهم لكم. ده لو انت لسه مبتدئه او عايزه حاجه في شنطتك ميك اب تعمل لك تغطيه للهالات او التصبغات، ماشي هاتيه مناسب ليكي. لكن لو انت عندك دي خلاص ما تجيبهوش، لان اللون الاورنج اللي هنا ده واللون الاورنج ده تحفه، والتغطيه بتاعتهم احلى مليون مره من ده. بس برضو حلو، انا بستخدمه وبحبه. نيجي بقى للمسكره بتاعت كيكو اللي هي الشكل ده، جميله جدا وبتعمل الرموش حلوه جدا جدا، بس هي مش ووتر بروف. يعني لو انت عايزه حاجه انك تحطيها يوميا كده عشان وتمسحيه تاني، مش عايزه حاجه تعلق في الرموش، فانصحك بيها، حلوه جدا جدا. نفس الكلام برضو بتاعه ايسنس اللي هي البينك دي، برضو حلوه وبتعمل الرموش حلوه جدا وبتكثف الرموش حلوه جدا، بس مش ووتر بروف. يعني مع اي نقطه ميه او دمعه او عرق او عملت كده غصب عنك هتهببي الدنيا، بالذات دي، بالذات دي. انا كده قلت لكم على كل الحاجات اللي عجبتني. لسه برضو الكونسيلر بتاع فيت مي دي درجه 25، حلو جدا جدا، بحب احطه وانا قاعده في البيت او لو انا نازله رايحه مشوار خفيف، حلو جدا جدا ومش تقيل وما بيقعدش في الخطوط، وحلو قوي للاستخدام اليومي لان هو مش تقيل. كمان الفاونديشن بتاع، استنوا، الفاونديشن بتاع برضو فيت مي دي درجه 128، حلو جدا برضو للاستخدام اليومي، او حتى ممكن تعلي الكفر بتاعه بفرشه بلاستيك، حلو قوي. حتى لو انت رايحه مناسبه او حاجه ممكن تحطيه لو بشرتك صافيه وما فيهاش حاجه، انت بس يا دوبك عايزه حاجه توحدي بيها لون البشره، فانصحك بيه، حلو جدا جدا. ممكن تعلي الكفر بتاعه بفرشه تكون بلاستيك. برضو الفاونديشن بتاع لوريال اللي هو الفولابل توتال كفر، حلو قوي، اللي هو الشكل ده حلو جدا. يا سلام بقى لو تاخدي منه نقطه مع نقطه من فيت مي، لان هو واقف في مكانه. يعني ايه واقف في مكانه؟ مش زي فيت مي، فيت مي سايل، دون عامل زي الكريم تقيل. فيا سلام لو تاخدي منه نقطه مع نقطه مع الفيت مي وتعملي لهم ميكس مع بعض وتحطيه على وشك، هيبقى حلو جدا. التغطيه بتاعته اللي هو لوريال التغطيه بتاعته متوسطه بس حلو، انا بحبه قوي. كمان الكونتور، لو انت عايزه بقى كونتور كريمي حلو، انصحك بالكونتور بتاع لاجيرل. هو بيكون فيه درجتين، درجه غامقه ودرجه فاتحه، هو عشان خلصان بس من عندي، بصوا خلصته، حلو بحبه جدا، بحبه للاستخدام اليومي او استخدامي بقى الشخصي، عندي مناسبه او حاجه مش لازم احط من دي لان هي دي يعني تقيله، فده حلو جدا. لاجيرل هنا بتبقى درجه غامقه وهنا بتبقى درجه فاتحه، حلو جدا الكونتور الكريمي بتاع لاجيرل لو انت عايزه حاجه سعرها كويس وكونتور في نفس الوقت محترم، فحلو جدا. لو انت بقى بتدوري على ليب جلاس حلو وبيقعد معاكي وحلو جدا من الحاجات اللي سعرها قليل، انصحك بده، حلو قوي. بصوا ده ليب جلاس حلو قوي قوي قوي، اكيد انتوا عارفينه، جميل جدا وبيدي لمعه للشفايف حلوه قوي، واللمعه الجلاس بتاعته بجد تحفه. لو انت مثلا ما عندكيش كيكو وعايزه تحطي جلاس حلو فانصحي بيه، جميل جدا، حطيه لوحده حكايه. طبعا كيكو حلو جدا، انا عندي منه درجتين، عندي الدرجه دي اللي هي 104 وعندي الدرجه الثانيه اللي هي الحمراء بتاعته اللي هي تقريبا 102، حلو جدا جدا بس مش ثابت احسن حاجه، يعني في حاجات ثابته، يعني سوبر ستي اجدع منه بصراحه، لكن الجلاس بتاعه حلو. لكن الناحيه اللي هي المط، الناحيه اللي هي بتاعت الليبستيك بتاعته مش بحسه بيقعد، يعني انا مش بحسه بيقعد فتره كبيره، يعني في حاجات احلى بس هو حلو. ايه تاني ما قلناهوش في الحاجات اللي عجبتني عشان ما ننساش؟ البودر دي بتاعت الحواجب. بصوا هي بيبقى فيها هنا بيبقى فيه زي واكس وهنا بيبقى فيه لون اسود، بس انا كسرته لاني انا ما بحبش اعمل الحواجب بالاسود، كنت استخدمته في حاجه تانية.
وهنا بيبقى فيه اللون البني. بصوا انا يعتبر مخلصاه، حلوه قوي. بيجي معاه هنا في الدرج دون، بصوا معاه درج هنا، بصوا هنا بيجي معاه فرشه صغيره. ده من MN، يعني براند يعني متوسط او تحت المتوسط كمان، بتباع في كل المحلات. حلو جدا لو انت عايزه بودر للحواجب ترسمي بيها حواجبك، لان انصحك انك ترسمي حواجبك بالبودر، بلاش بالقلم اللي هو اللي عامل زي الكحل دون بيوقع شعر الحاجب. فخليكي في البودر احلى. حلو جدا جدا، بس برضو بيفرول، يبقى نفضي الفرشه بتاعتك كويس عشان ما يفرولش، لكن حلو جدا وبيقعد في الحواجب، انا بحبه قوي. بس دي كل الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني. تعالوا بقى اكلمكم عن الفرش. لو انت ميك اب ارتست وشغاله، يعني لو انت ميك اب ارتست وشغاله وعندك شغل، الباكج بتاعتك يسمح لك انك تجيبي الفرش بتاعه جيسب، هاتيها. حلوه جدا 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 وبتستحمل. يعني عايزه اقول لكم دول الاستخدام الشخصي بتاعي، لكن دول بتوع الشغل، لكن دول استخدامي الشخصي. يعني انا ما بستخدمش الفرش دي استخدام شخصي الا لو هعمل فيديو وهغسلهم تاني. لكن دول بتوعي. عايزه اقول لكم انا دول جايباهم من 2020، يعني شوفوا كام سنه معايا. بصوا دول جايباهم من 2020، وفي 2 تاني بس في الشنطه جوه. كنت جايبه الست اللي هو الصغير ده لاستخدام الشخصي، هرياهم غسيل وبغسلهم كتير بالخل وبالشاور عشان يبقوا ريحتهم حلوه ويبقوا نضاف. حلوه جدا فرش جيسب، بتستحمل وبتعيش، والفرق والشعر بتاعها حلو. انا بحبها جدا فرش جيسب. دي برضو فرش جيسب، بس دي زي ما قلت لكم بتاعه الشغل. حلوه جدا لو انت الباكج بتاعك يسمح لك انك تجيبيها، لان اكيد سعرها عالي. انا كنت جايباها في حدود 2000 تقريبا، دي ال 25 فرشه. اكيد دلوقتي سعرها عدى 2000. حلوه جدا لو انت ميك اب ارتست. لكن لو انت بقى عادي بنوته او عايزه فرش حلوه، في اماكن كتير بتبيع فرش وبالقطعه بالفرشه. يعني في لو تعرفوا مكان اسمه النزهه الجديده، في محلات كتير قوي هناك بتبيع ميك اب وبتبيع فرش. ممكن تلقطي كده كام فرشه انت عايزاها وخلاص، ما دام استخدامك انت. لكن لو انت ميك اب ارتست وعايزه حاجه تعيش معاكي تقعد معاكي كتير، مش كل شويه تقعدي تجيبي فرش، كل شويه تقعدي تجيبي فرش، والباكج بتاعك يسمح لك، خلاص ممكن تجيبي الجيسب بقى. ممكن تجيبي من عند سوما برضو، الفرش بتاعتها ناس كتير قوي بتشكر فيها، بس انا بصراحه ما جربتهاش. انا بتكلم عن حاجه اللي انا جربتها شخصيا، فحلوه جدا الفرش بتاعت جيسب، جميله جدا. برضو فرشه الايلاينر بتاعت جيسب حلوه قوي. دي فرشه الايلاينر، خليني اقول لكم درجتها عشان لو عايزين تجيبوها سنجل لوحدها. هي درجتها 211. فرشه الحواجب بتاعت بيل او بيلي، لا اسمها بيلي، حلوه قوي. بصوا دي فرشه الحواجب. السن كمان اللي بنرسم بيه شعر الحاجب حلو جدا وصغير وحاد قوي. بحبها جدا جدا فرشه الحواجب دي. هي اسمها بيلي اهي للحواجب، دي بتتجاب سنجل لوحدها. فحلوين جدا بصراحه الفرش دي. زي ما قلت لك لو الباكج بتاعك يسمح هاتيهم. وفي كمان ال 35 فرشه تقريبا او حاجه و30 فرشه، هم دول ال 25 فرشه. بس انا بحبها بصراحه وبتستحمل. زي ما قلت لكم ان دول معايا من 2020، كنت مسافره، كنت عايزه فرش معايا حلوه، عايشين معايا لحد النهارده. مفيش ولا شعر وقع منها، ولا قشرت الخشب بتاعها قشر، ولا اي حاجه. هو الغالي فعلا ثمنه فيه، بس دلوقتي حرفيا الاسعار غليت قوي. فلو انت ميك اب ارتست لسه مبتدئه، ما تجازفيش وتروحي تجيبي فرش غاليه زي كده. زي ما قلت لك روحي النزهه الجديده او اي مكان بيبيع الفرش، واختاري بالواحده الفرش اللي انت عايزاها لحد ما ربنا يكرمك. لو الفرش بتاعتك اتهلكت وخلاص ما بقتش نافعه، هاتي دي. لو الفرش اللي انت جبتيها مستمره معاكي، خلاص خليكي. ايه المشكله؟ مش شرط على فكره تكون الحاجه غاليه عشان تديكي احسن نتيجه. في حاجات غاليه ومش حلوه والله خالص. هوريكم دلوقتي حاجات غاليه جبتها واتفرست اللي انا جبتها بصراحه يعني. بس هي دي الحاجات اللي خلينا اكلمكم على فاونديشن اوفيس. فاونديشن اوفيس انا عندي منه درجتين، درجه 99 ودرجه 100. حلو جدا بصراحه، حلو. بس حلو للبشره الدهنيه، لان هو مات. فلما بحطه على البشره الجافه بحس ان البشره لا في حاجه غلط، رخم يعني، رخم في دمجه. بس حلو للبشره الدهنيه، حلو بصراحه. والتغطيه بتاعته عاليه، التغطيه بتاعته كمان كويسه.
وطبعا الفيكس بتاع اوفرا لا غنى عنه، بصراحه جميل جدا، بيهديلي البشره من البودر الزياده. بحب ارشه بعد ما اخلص البشره من اي بودر، سواء بلاش، كونتور بودر، برونزر، اي حاجه فيها بودر، برش كام رشه بعد اللوز بودر والكومباكت، برش كام رشه منه، وبعد كده بيهديلي الدنيا جامد. وكمان بحب السيتنج بتاع محمود سعيد، بيثبت بصراحه كويس. لو انتي ميك اب ارتست هاتيه الباكج السواريه، هيبقى معاكي حلو قوي. ولو انتي برضو واحده بنوته عايزه حاجه تثبت لك الميك اب، فهو حلو قوي بتاع محمود سعيد، بس رشيه من بعيد، ما ترشوش كده من قدام وشك، يعني عشان ما يوقعلكيش الميك اب او يشققلك الفاونديشن، هيخلي لك الفاونديشن بتاعك عامل زي عارفه الطينه لما بتشقق، هيشقق لك بشرتك، فرشيه من بعيد. ده مش جسمي يا بنات، ده بادي عشان محدش يقول لي ده جسمي. بس كده، دي الحاجات اللي انا جربتها بصراحه عجبتني جدا، وانصحك انك تجيبيها. كمان جل كيلولان، جل كيلولان هحط لكم برده صورته هنا، العبوه الاصليه بتاعته، بس انا برده جايباه تقسيم لان هو في حدود ال 600 جنيه دلوقتي، انا بجيبه تقسيم، ده تقريبا نص. حلو قوي، بتجيبهولي بصراحه نسرين في الدروب دي كده اهو، الجل جوه اهو لو انتوا شايفين، يبقى لونه اخضر وريحته عامله زي النعناع، حلو جدا 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 في الشتاء. في الشتاء بيبقى حوار، كمان البشره الجافه بيرطب حلو جدا، ملك الشتاء، ملك الشتاء. في الصيف ما بحبوش ابدا 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 في الصيف، واوعي تحطيه في الصيف على بشره دهنيه، هيسخنلك وشك وهتحسي ان انت سايحه وسخنه، وحش قوي في الصيف للبشره الدهنيه، وحش جدا. لكن في الشتاء 10/10، ملك الشتاء جيل كرولين حلو جدا في الشتاء. كمان بحب بقى انا استخدم الميك اب ريموفر بتاع جارنيه، اللي هو الاويل، اللي هو الزيت اللي بيبقى من فوق كده زيت ومن تحت ميه، حلو قوي للميك اب الووتر بروف، بيشيله في ثانيه. بحب اجيب المقاس الصغير ده، حلو قوي. دي الحاجات اللي عجبتني، وشويه نصايح قلت لكم عليها، حلوه قوي الحاجات دي كلها اللي عجبتني، 10/10. لو انت عايزه يبقى عندك ميك اب حلوه هاتيها، لو انت ميك اب ارتست لسه في البدايه هاتيها، حلوين جدا. تعالوا بقى ننتقل للحاجات اللي ما عجبتنيش خالص خالص بصراحه، بصراحه. اول حاجه الغسول بتاع لوريال، انا كنت حباه قوي اول ما جبته، حتى تقريبا طلعت فيديو قبل كده كنت مستخدماه، كنت حباه جدا اول ما ابتديت. لكن يعني بصراحه في كميه عطر، يعني هو تقريبا حاطين مع الغسول برفان، فيها عطر جامد قوي، فانا ما بحبش الحاجات اللي بيبقى فيها عطر. انا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، انا هقول التجربه بناء عن رايي الشخصي، لكن ممكن يكون في حد معجب جدا بالحاجات دي، انا هقول بناء عن تجربتي انا. فبصراحه وحش، انا زي ما قلت لكم انا اكتفيت ان انا انضف البشره او اغسل البشره بتاعتي بصابونه الجريسلين، بصراحه احلى مليون مره من الغسول دون، مليان عطور ووحش قوي. برضو اللي زيه مليان عطور ويخنق، ده اللي هو الهايرلون اكسبيرت، اللي هو الاتش اي، اللي هو النايت كريم، كريم الليل بتاع لوريال، برضو كنت معجبه بيه قوي اول ما جبته، بس وحش قوي، مليان عطور، مليان ريحه، فيه عطر جامد قوي، فما كنتش حابه خالص. حتى الفتره الاخيره كانت بشرتي زي ما قلت لكم جافه من هنا خالص، وكان هنا عامله قشره. انا بشرتي في الصيف بتبقى دهنيه، خصوصا من هنا بتبقى دهنيه جدا، ومن هنا ومن هنا تبقى دهنيه قوي قوي قوي. لكن في الشتاء بتبقى مختلطه بين الدهنيه والجافه، يعني البشره كلها بتبقى جافه، لكن المنطقه دي كده بتبقى دهنيه. فلما كنت بحطه على الاماكن اللي هي كانت مقشره عندي هنا، كان بيحرقني جدا، نتيجه اللي هو فيه عطور كبيره، يعني في كميه عطور كبيره، فوحش جدا. يعني بصراحه ما انصحكيش انك تجيبيهم، مش حلو. برضو الحاجه كمان اللي ندمت ان انا دفعت فيها فلوس، وكان ب 300 جنيه، واكس الحواجب بتاع نوت، وحش قوي. مين بيقول ان هو حلو؟ معلش، بصوا حتى انا مش واخده منه غير حته، مليان على اخره اهو، مليان على اخره، وحش جدا جدا، ملهوش اي علاقه بتثبيت الحاجب. انت عقبال لما بتحطي هنا خلاص اتثبت الشعر،
تيجي تعملي بقى الحاجب التاني تلاقي ده وقع، يعني مش وقع الشعر، يعني الشعر نام ما يبقاش متثبت، وحش جدا جدا وخساره فيه حرفيا الفلوس. وكس الحواجب بتاع نود سيء ملهوش اي علاقه بالتزيين. كمان كان في ميك اب ارتست كبيره قالت ان احنا ممكن نجرب ان احنا نحط عليه كميه لوز باودر. بصراحه جربت التكنيك، كلكع معايا مره ومره تانية برضو اتفك ما بيثبتش. برضو من رأيي الشخصي انا ممكن يكون حد عاجبه الليبستيك بتاع شي جلام، استخدام يومي حلو للاستخدام اليومي، لكن لو رايحه مناسبه كلتي شربتي بيروح، يعني بيروح، انا مش حاسه ان هو ثابت. انا جايبه اللي هي الست اللي بيكون فيها 3 درجات، ممكن يكون من وجهه نظري انا وحش ومن وجهه نظر حد تاني كويس، بس انا بصراحه ما عجبنيش، وكمان بيسيب فراغ هنا وبيشقق ومش عاجبني بصراحه خالص، وبيروح مش ثابت زي السوبر ستي. كمان مع اني بستخدمه معاكم على طول، يعني بستخدمه معاكم دايما، بس الكونسيلر بتاع لوريال تقيل قوي. يعني لو انا اعلي الكفر بتاعي، يعني اعلي سوري لا اعلي الباكج بتاعي واجيب حاجه اعلى منه، خصوصا هو مش رخيص، هو ممكن يعمل 300 وحاجه، مش رخيص، بس بيقعد في الخطوط. لو انت عندك خطوط كبيره تحت العين هيقعد لك فيها، بينشف بسرعه، صعب الدمج لان هو بينشف بسرعه ويقعد تحت الخطوط وبيتركز في الخطوط بتاعت العين، مع اني بستخدمه معاكم دايما اهو. بس انا مستنياهم يخلصوا بعد كده ابقى اجيب حاجه بقى تانية، لكن اكرره مش هكرره، بس عشان هو ده المتاح عندي فدايما بحطه. لكن انا بقول لك نصيحتي. تاني حاجه بقى الاستاذه دي دي البيوتي بلندر بتاعت بينك دوز. طبعا هي غاليه مش رخيصه، بينك دوز معروفه ان هي غاليه بس وحشه جدا، كلمتكم عليها في فيديوهات، بصوا بتتقطع ازاي. لسه كنت بقول لكم ايه، ان مش شرط الحاجه تكون غاليه علشان تبقى حلوه، في حاجات والله رخيصه وسعرها متوسط. يعني احنا اتحطينا او الميك اب ارتست اللي بنشوفهم في السوشيال ميديا حطونا في دايره اللي احنا لازم نجيب الحاجات الغاليه، والله مش شرط. ايوه جيبي حاجات محترمه عشان الناس لما تشوفك تعرف انت واخده الباكج ده بنيابه عن ايه، لا دي بنيابه عن ان هي الماتيريال بتاعتها حلوه وان هي بتجيب حاجات حلوه، ماشي، بس هاتي حاجه متوسطه، ما تروحيش تجيبي حاجات عاليه قوي، خصوصا لو انت في بدايه الطريق. ما تغلطيش غلطتي وتروحي تجيبي حاجه بالوفات وانت لسه في بدايه الطريق، اطلعي واحده واحده، هاتي حاجات على قدك، ما تجيبيش حاجات غاليه لان انت ما تضمنيش الدنيا هتمشي معاكي ولا الدنيا هتعمل ايه معاكي. فالبيوتي بلندر بتاع بلينك دوس وحشه جدا، ما بتستحملش التعقيم، ما بتستحملش الغسيل. انا اما ما كنتش بغسلها كتير، بس كان في اوقات كنت مضطره ان انا اعقمها. بصوا وحشه جدا وبتتقطع وحاجه يعني صعبه. برضو الباف بتاعت الباف دي انا كنت جايباها، ما اعرفش بتاعت ايه، هي ماركه كده غريبه عاديه مش عارفه، كنت جايباها افتكرتها اللي هي مثلا هتبقى زي دي. بصوا هي تقيله، لا خالص تقيله، بصوا هي تقيله على البشره، ما حبيتهمش بصراحه. فخليكي في الباف اللي هي تكون رقيقه دي. بصوا حتى كنت لسه دلوقتي كنت منضفه بيها الكونسيلر، حلو قوي. لكن الباف اللي تلاقيها تقيله دي لا ما انصحكيش بيها، هتمسح لك الحاجه اللي انت حطاها تقيله. برضو الحاجه اللي ما بحبهاش ممكن تكون من وجهه نظر حد تاني جميله جدا واحلى جلو، بس انا ما بحبش الجلو بتاع لانيل، بكرهه بكرهه. بصوا هو مليان على الاخر اصلا، لان انا ما بستخدمهوش، انا بستخدم التاني اللي انا وريته لكم اللي هو بتاع ديو ده، مش بحبه خالص وبيعمل ريحه، يعني انا حاسه ان ريحته اتغيرت وبينشف. وكمان لو انت لسه مبتدئه في تركيب الرموش هيبهدلك فوق عينيكي لو الرمش اتهز منك او الرمش اتعوج منك او غصب عنك ايدك اترعشت وتعوج منك الرمش او ايدك اتعملت او حاجه، فهيبوظ لك فوق عينك، هتضطري تستني لحد ما هو ينشف وبعد كده تروحي مظبطه، فمش بحبه. برضو البرايمر ده بصوا مش عارفه هو باين عندكم ولا ايه، البرايمر هو برايمر ومرطب في نفس الوقت بتاع انجريد الاخضر. بصوا هو ده مخصص للبشره اللي بيكون عندها بقع حمراء، المرطب ده بيبقى مخصص اكتر للبشره اللي بيبقى فيها عروق مثلا حمراء، او عروق في البشره او حاجات حمراء في البشره مطرح مثلا
حبايه او كدمه او حاجه، فده بيبقى مخصص. بس ما حبيتهوش بصراحه، حسيت ان هو ملهوش اي علاقه بالبرايمر. يعني هو يعني مش عارفه بصراحه، بس انا ما حبيتهوش، ما حسيتش ان هو ليه اي علاقه بالبرايمر خالص. حتى لو حطيت منه هنا المسامات هتفضل موجوده، مش زي مثلا ده بتاع لوريال، بيعمل تغطيه بصراحه بيخلي المسامات تتغطى شويه بنسبه كويسه. لكن ده ما حسيتوش ان هو ليه اي علاقه بالبرايمر نهائي. حتى بصوا مليان على اخره، مش بستخدمه، فما حبيتوش. ما انصحكوش ان انتوا تجيبوه. كمان ما انصحكوش لو انتوا شغالين تجيبوا الرموش اللي هي دي، اللي هي المنكي دي، ولا مش عارفه اللي هي الصناعيه دي، بيبقى شكلها بصوا حتى انا مقصقصه منها. يا دول انا قصاهم مخليهم طرفيه مش طرفيه. كنت بستخدمهم في البدايه خالص، بس بيبقى شكلهم في العين على فكره مش حلوين. اللي هو ايه، باين قوي اللي انت حاطه حاجه عامله زي المقشه، او باين قوي اللي انت حاطه حاجه مش طبيعيه على على العين. فما حبيتهمش برضه. كمان مع انها معديه 800 جنيه وغاليه جدا، الكومباكت بتاعت ماك طبعا كلكم عارفينها، دي درجه ان سي 25 فاتحه. اهي بصوا، تعالوا اوريها لكم من جوه. اهي ان سي 25، هي كويسه وكل حاجه، بس انت لو نضفتي بيها تحت العين هتنشف لك تحت عينيكي جدا، لانها شديده، هتنشف لك تحت العين جدا جدا. وكمان لما باجي انضف بيها الاطراف بتاعه الشادو ما بتدينيش اي تغطيه، التغطيه بتاعتها ضعيفه مقارنه بسعرها. يعني انا لو قارنتيني بين دي اللي معديه 800 جنيه بدي اللي تعمل 300 او 400، فلا، هقول لك نوت، هقول لك نوت. ماك انا حاساها من وجهه نظري برضو الشخصيه، ممكن تكون من وجهه نظر حد تاني حلوه، بس هي فعلا حرفيا لو نضفتي تحت العين بيها هتنشف لك تحت العين جدا. تاني حاجه مش بتديكي تغطيه لو انت عايزه مثلا تعلق كفر او حاجه بعد ما حطيتي الفاونديشن، او تنضفي الاطراف بتاعه الشادو، مش بتديكي تغطيه. بالة الروج بتاعه جي كات، بصوا بالة الروج بتاعت جي كات دي شكلها، وبيجي معاها الفرشه بتاعتها. انا بحب الفرشه بتاعتها اكتر من البالت، يعني انا الفرشه بتاعتها بحبها جدا اكتر من الروج ذات نفسه. ما مش ثابت خالص، مش ثابت بالمره. يعني انت هتحطيه، حتى لو حطيتي فوقيه لوز باودر عشان يعني تاخري ان هو يسيح بسرعه او يتمسح بسرعه، لكن هو بصراحه مش حلو. يعني يعني استخدام يومي، لكن عروسه او فرح بتتمسح، بيمشي لو كلتي او شربتي بيتمسح، مش ثابته. برضو بالة البلاشر بتاع التكنيك حلوه وكل حاجه وفيها الوان اهو، حلوه وكل حاجه وفيها الوان، لكن انا مش بحب نوع البلاشر اللي هو اول ما تاخدي مثلا كده في الفرشه وتحطي يديكي بقعه. فاهمين قصدي؟ يعني انا مش بحب البلاشر اللي بتاخدي منه في الفرشه كده كمان بيفرول على فكره، تاخدي منه في الفرشه وتحطي بقى بلاشر يعمل لك بقعه. لا، انا احب البلاشر الناعم اللي هو انا حطيت مره، لا الكميه مش عاجباني خلاص هزود تاني. لكن ما بحبش البلاشر اللي اول لما ياخد منه حتى لو كميه على قد قوي واحط مثلا كده يعمل لي بقع بوم. فاهمين؟ فانا ممكن استخدام يومي برضه، مش حاساه قوي على الحاجات اللي انا بقولها دي من وجهه نظري الشخصيه. الكحال بتاعت فوريفر 52 او فوريفر 52 اللي هو البيج والكحلي، مش لاقيه كلام اقوله من الوحاشه. حتى يعني قلت يمكن العيب في عيني، انا بسيح الكحل او حاجه، جربته على حد تاني برضو نفس الكلام، مش بيثبتوا. حتى لو حطيته فيهم كومباكت او لوز باودر طبطبته عليهم، او لو مشيتوا عليهم بنفس اللون من حاجه باودر، من شادو باودر، برضو مش حلو، مع ان سعره معدي 100 وحاجه، مش حلو. فاونديشن هدى بيوتي طبعا كلكم عارفينه وغني عن التعريف، هحط لكم الصوره بتاعته هنا، انا برضو جايباه تقسيم اهو. دي تقريبا درجه 210 او 220 حاجه زي كده. ناشف قوي، تقيل قوي على البشره. يعني هو فول كفرج للناس بقى اللي عندها مثلا ايه، هالات، للناس اللي عندها مشاكل في البشره، عندهم كدمه، عندهم تصبغات عاليه قوي، ماشي استخدميه. لكن انك تستخدميه في بشره كويسه، يعني ممكن تستبدليه بفاونديشن تاني يكون التغطيه بتاعته خفيفه شويه، ما يبقاش تقيل قوي كده على وشك،
ماشي. لكن هو وكمان لما بيستخدم لوحده بيبقى كارثه، لانه تقيل قوي، فلازم تمكسيه بحاجه. فانا مش بحبه بصراحه وضع بيوتي، انا بحس ان هو تقيل جدا جدا جدا. الا لو واحده عندها مشاكل في البشره تستخدمه، مثلا عندها زي ما قلت لك كدمه، عندها تصبغات، عندها هالات، تستخدمه. غير كده ما انصحكش انك تستخدميه مادام بشرتك كويسه. برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش وجبت منها ست كذا لون مع بعض كده، مع بعض، الليب لاينر او الليب بالم بتاع ان، اللي هو الشكل ده، اللي تحسوا ان القلم بتاعه كريمي، مش زي قلم الرصاص اللي هو بيتبري. هو ده بيتبري برضو، بس القلم بتاعه بصوا من فوق كريمي. فاهمين قصدي؟ اللي هو بيبقى كريمي ده، ما بيبقاش قلم سنه رفيع زي القلم الرصاص. ده مش حلو وبيتمسح ومش ثابت بالمره. لكن الشكل التاني منه اللي هو الراس بتاعته من هنا عامله زي القلم الرصاص، تحسوه قلم رصاص ان برضو، حلو جدا، انصحك ماشي انك تجيبيه. لكن الشكل دون اللي هو من فوق كده، اللي هو الشكل الكريمي دون، اللي هو الملمس الكريمي، ما تجيبوهوش لان هو ما بيثبتش خالص. برضو من الحاجات اللي جبتها وما عجبتنيش الجليترات اللي هي الخشنه دي. دي كنت جايباهم من على بيج من على الفيسبوك، بنوته بتعملهم، مش حلوين خالص. اللي عجبني فيهم الجلو، مش هبين الاسم بس بتاعها عشان الاسم بتاعها اهو. الجلو بتاعها اللي حلو قوي قوي بصراحه، الجلو بتاع الجليتر اللي جاي معاه حلو قوي. لكن الجليترات اللي هي دي لا ما عجبتنيش خالص، دي كانت غلطه برضو مني. الجليتر خشن قوي، يعني الجليتر خشن بيبقى شكله فوق العين مش احلى حاجه. يعني في درجات ممكن تكون حلوه، يعني مثلا زي درجه الموف دي حلوه شويه، واللي هو السيلفر والجولد. لكن بقيه الدرجات حاسه ان انا حاطه الجليتر بتاع الهدايا، عارفين الجليتر اللي بيرشوه كده في الورد او على الهدايا، هو عامل زيه. فبصراحه انا غلطانه اللي انا جبته احلى منهم بكتير وعجبني، وشكلهم بيبقى اشيك خالص فوق العين، اللي هم بتوع كاركتر. وفي طبعا بتوع ندى سالم، ناس كتير قوي بتشكر فيهم، بيكتبوا على الانستجرام ندى سالم او مش عارفه جلوسون، حاجه زي كده، حلوين جدا. هجيبهم ان شاء الله، هطلبهم وابقى اطلع اوريكم. برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش مع اني بستخدمها معاكم على طول، هي باليت الشادو بتاعه مورفي جيمس شارلز. سعرها معدي ل 1800، او هي دلوقتي تعمل 1800. انا دايما بستخدمها معاكم على طول، بس ما بحبش قوه الالوان اللي فيها. يعني مثلا زي اللون الاسود، لو حابه ان انا اعمل بيه مثلا ايلاينر، او حابه ان انا يعني اعمل بيه اي حاجه فوق العين عامه، مش قوي زي ما هو محطوط في الباليت كده، مش قوي خالص. واللون بتاعه كل ما بتقعدي كل ما بيقعد يطير من فوق العين او بيخف فوق العين. كمان الدمج بتاع الالوان فوق العين مش سهل، يعني تقعدي تدمجي كتير، مش احسن حاجه. يعني لو تعلي الباكج بتاعتك شويه، دي طبعا اكيد مش هتجيبها بنوته مبتدئه، او هتجيبها بنوته استخدام شخصي ليها لانها غاليه عليها قوي. فلو انت لسه ميك اب ارتست لسه ما تجيبيهاش. وممكن لو تقدري انك تعلي الباكج بتاعك شويه، خلاص ممكن تعلي الباكج بتاعك وتجيبي انستازيا. هو العيب بيبقى في ايه بالانستازيا ودي؟ ان كميه الالوان هنا كتير. يعني بصي، هو هنا جمالك كل الالوان، البنيات والازرق والموف والفي بينك اهو والاورنج، وفي الوان كمان فيها شيمر. هو جمالك الوان كتير، بس يعني مش بحسها قويه قوي، مع انها غاليه مش رخيصه. يعني انا لو كان رجع بيا الوقت بصراحه ما كنتش جبتها. انا كنت جايباها ب 1100 جنيه، دلوقتي هي ب 1800 جنيه. نشوفوا غليت كام، غليت كتير. لكن بصراحه يعني لو كنت ساعتها اعرف كنت جبت مثلا استازيا، اكيد كانت هتبقى ارخص من كده بكتير. ممكن على فكره كمان اللي بيعجبني بقى مع انها مش غاليه كده زيها، تكنيك في قوه الالوان، وزي ما بتحطيها خلاص يعني الوانها ما بتخفش. لكن دي انا بحس ان الوانها بتخف. كمان تكنيك مع انها ارخص ب 400 جنيه، بس الدمج بتاعها سهل. دي الدمج بتاعها بحسه ان هو ممل. بيشكروا قوي في مورفي جاكلين هيل، هي دي مورفي جيمس شارلز. فانا ما اعرفش بصراحه مورفي جاكلين هيل دي كويسه ولا لا. فهي بصراحه لو كان رجع بيا الوقت ما كنتش اشتريتها، بس خلاص اشتريتها بقى، هعمل ايه؟ مجبره اللي انا استحملها. في ناس كتير قوي على فكره قالت ان باليتات مورفي مش كلها حلوه، مقارنه ان هي اسعارها اصلا مش رخيصه.
فلو انت ميك اب ارتست لسه في البدايه ممكن تجيبي تكنيك. في منها بقى البنيات، هي دي على بنكات وفيها كمان شمر. ممكن تجيبي البنيات بتاعتها كمان. ناس كتير قوي بتشكر في ريفولوشن، باليت ريفولوشن كمان بيقولوا حلو قوي. بس دي الحاجات بقى اللي انا جربتها، منها مرطبات ومنها ميك اب. دي الحاجات اللي عجبتني واللي انا استخدمتها، وده رايي الشخصي يا بنات. ممكن يكون في منكم لا رايه عكس رايي خالص، فعلا الحاجات دي عجباه، او في ناس معايا في نفس الراي. بس انا ده وجهه نظري الشخصيه. يا رب بقى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. قولوا لي بقى، اكتبوا لي تحت في الكومنتات حابين الفيديو الجاي نتكلم عن ايه. انا كده كلمتكم عن الحاجات اللي عجبتني وانصحك بيها، والحاجات اللي ما انصحكيش بيها. مش عارفه بقى انا باصه فين، لان زي ما انا قلت لكم انا متعوده ان انا اصور بالطول بقالي كتير قوي، او اول مره كمان ان انا اصور بالعرض، مش متعوده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم واستفدتوا معايا. اشوفكم على خير، باي باي.